السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخواتي كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ مزيانين؟ نتمنى إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. بعد غياب طويل على القناة راني رجعت لكم وبغيت نشارك معكم وصفة ديالنا ديال مغربية اللي هي رفيسة. كنت نوجدها وقلت علاش لا ما نشاركهاش معكم. هنا البنات غادي المقادير اللي احتاجيت في الرفيسة ديالي. هنا خديت الدجاجة تقريبا بوزن 2 كيلو ونص هكذا. درت فيها شويه ديال زعفران شعره مع الماء اللي خلطته مع الماء خويتو عليها. هنا العطريه اللي غادي نحتاج فيها عندي شويه ديال السكينجبير، شويه ديال الملحه، شويه ديال الخرقوم، شويه ديال الخرقوم، شويه ديال القزبر يابس، شويه ديال السمن، شويه ديال راس الحانوت، شويه ديال لاموطارد وشويه ديال الابزار. هنايا عندي واحد 6 ولا 7 تاع الفصوص تاع الثومه محكوكين. كما عارفين ان الرفيسه كتبغي الثومه. غادي نخلطهم مع الدجاجه ديالي، نشرملها مزيان، ندخل فيها ديك العطريه مزيان وغادي نخليها ترتاح شحال ما ارتاحت شحال ما مزيان هكذا باش تشرب لنا العطريه مزيان. كما شفتوا معايا هنا شرملتها. غادي نغطيها بالسلوفان وغادي نخليها ترتاح على خاطرها. انا خليتها تقريبا 3 ساعات حتى تشربت لي ديك العطريه. دابا غادي ندوز نوجد معكم البنات المسمن اولا التريد اللي غادي نوجدوا به نديروه مع الرفيسه. هنا البنات درت كميه ديال الفورس مع شويه ديال الفينو ودرت شويه ديال الملحه. هادشي اللي غادي نديرو فيه. غادي نجمعوه بالماء بارد كما عارفين الحال سخون، غادي نجمعوه غير بالماء بارد. العجينه نتاع المسمن ولا التريد كتبغي تكون شويه قاصحه ما تكونش مطلوقه. ندلكوها مزيان مزيان ونغطيوها بالسلوفان ونخليوها ترتاح تطلق راسها باش هكا تسهل علينا في الخدمه وتساعدنا وتجي مزيانه. صافي البنات انا غطيتها وغادي نخليها ترتاح. دابا غادي ندوزو نوجدو الدجاج ديالنا. من بعد ما ارتاح غادي ناخذ واحد الكوكوط. انا طيبتها في الكوكوط ولكن ما سديتش عليها، غير خطيتها وخليتها طيب على خاطرها. شديت واحد البصله كبيره قطعتها شنيفات هكذا، درت عليها نص كاس تاع الزيتون، نص كاس تاع زيت الروميه ودرت عليها الدجاجه صافي. وغادي نخوي عليها الماء السخون اللي غادي يكفانا باش طيب لنا ديك الدجاجه. وغادي ندير عليها واحد الثومه مجموعه هكا، واحد الكركوبه تاع الثومه مجموعه باش هكا تعطينا داك المذاق صافي. وغادي نسدو عليها ونخليوها طيب عادي على خاطرها. نقصوا لها النار ونخليوها طيب. هنا البنات العجينه ديالنا اللي تاع المسمن قطعتها كويورات هكذا وغادي نخليها تطلق شويه باش نسرحوها. دابا غادي ندوز نوجد الكاشير اللي غادي نرافقوه مع الرفيسه. قبطت لها شواك، درت فيها شويه ديال المعدنوس، درت الثومه محكوكه تقريبا واحد 4 ولا 5 تاع الفصوص تاع الثومه حكيتهم. المعدنوس ديرو غير شويه ما ديروش القزبر. درت فيها الكبده نتاع الدجاج من بعد ما غسلتها مزيان بالخل باش هكا تحيد منها ديك الزفوره. غادي نزيد عليها 2 ديال البيضات. غادي نزيد عليها واحد المكعب تاع المرق نتاع الدجاج. غادي نزيد عليها 3 ديال المعالق نتاع السميده العاديه، السميده ديال الحرشه. بصح ما كفاتنيش هنايا، غادي نزيد من بعد كما غادي تشوفوا معايا حيت جات شويه مطلوقه. وغادي نزيد العطريه اللي درناها في الدجاج تماما. غادي نزيد راس الحانوت، غادي نزيد الملحه، الابزار، سكينجبير، الخرقوم وشويه ديال القزبر يابس. صافي هاد هما المكونات البنات اللي كيجيو في الكاشير. كيجي بنين كيجي زوين صافي. هنايا غادي ندير المكون العطريه ديالي اللي غادي نحتاج وغادي نطحنها. وكيف ما قلت لكم غادي نزيد شويه ديال السميده حيت جاتني شويه مطلوقه باش هكا يتجمع لنا باش يجي مجموع. هنا البنات كما شفتوا معايا من بعد ما طحنتها جات مطلوقه غادي نزيد السميده، زدت 3 تاع المعالق اخرين صافي. هنايا غادي نجمعها في السلوفان درت وحده فوق وحده باش هكا ما يخرج لناش من يكون يطيب وباش نحكموه هكا في الجميع من نكونوا نجمعوه صافي. غادي نبدي نجمعو. انا قسمت هاد الكميه هذه درت لي 2 نتاع لي رولو كما غادي تشوفوا معايا هكا. لويتها مزيان وغادي نعقدها من هنا ونعقدها من هنايا باش هكا ما تخرجليش كما شفتوا. دابا غادي نسخن الماء وغادي نديرو فيه التسلق. خدا لي تقريبا البنات نص ساعه نتاع الطياب، ما كياخذش بزاف. واللي بغى يفورو يقدر انه يفورو ماشي مشكل. انا هنايا غير سلقته جا مزيان كيجي زوين حتى هكا في السلق كيجي زوين. هنا البنات من بعد ما طابت لنا الدجاجه غادي نحيدوها من المرقه ديالها وغادي نديرو عليها تقريبا 3 تاع البصلات كبارين اللي غادي ناخذوهم ونشنفوهم هكا نقطعوهم طوالين وغادي نزيدوهم على داك المرق ديالنا ونخليوهم يطيبوا باش هكا تلبن المرقه ديالنا. وغادي ناخذ واحد الكميه ديال العدس واحد الكميه ديال الحلبه اللي غادي نغسلهم مزيان ونرطبهم شويه في الماء وغادي نصفيهم ونزيد عليهم المرقه ديالنا هي اللي غادي نطيبوا فيها هاد العدس والحلبه باش يجيو بنان.
هنايا كما اني كنوريكم، شفتوا المرقه البنات كيفاش كتجي خاطره ملبيه، كتجي غزاله، كتجي بنينه. وهنايا العدس والحلبه ديالي من بعد ما طابوا حتى هما كيجيو بنانين، مع ديك كيتشربوا ديك المرقه كيجيو بنان. هنا عاود تاكل مسمن، انا درت مسيمنات، ما درتوش درتو مسيمنات بصح كيجي رقيق لحقاش ما فيه لا خميره لا والو، كيجي رقيق. كنروليهم هكذا وكنقطعهم بالمقص رقاقين باش هكا حتى في الماكله كيجيو زوينين، وحتى في المنظر كيجي زوين باش كتقدموهم يجيو زوينين. هنا الدجاجه ديالي من بعد ما طابت غادي ندهنها بشويه ديال لا موطارد والزبده، وغادي ندخلها للفران تحمر. صافي هنا من بعد ما وجدنا كلشي طاب كلشي، خدينا قصيعه غادي نديرو فيها المرقه هي الاولى، وغادي نبداو نحطو فيها المسمن. الرفيسه البنات شحال ما سقيتوها قبل الاموا بعدا واحد نص ساعه قبل، وتخليوها تشرب، عاد ديك الساعه تقدموها كتجي بنينه، كتشرب ديك المرقه وكتجي بنينه. هنايا غادي نبديو نديرو طبقه هكا نتاع المسمن اللي قطعناه، طبقه ونسقيوه، طبقه تاع المسمن ونسقيوه حتى نساليو ديك الكميه اللي عندنا كامله نتاع المسمن، باش هكا كامل المسمن ديالنا يتشرب لنا ديك المرقه ويجي بنين. وكيف ما قلت لكم المسمن كيبغي انه يتسقى يعني قبل، يعني باش يتشرب لنا ديك المرقه ويجي رطب. هنايا من بعد ما سقيناها وكملنا المسمن ديالنا كامل، غادي نبديو نحطو فوقها دابا داك العديسه اللي طابت هي والحلبه. صايو غادي نحطو الدجيجه ديالنا اللي تحمرات، وغادي نزوقو الرفيزه ديالنا بالمتوفر اللي عندنا في الدار. هنا زوقتها البنات انا بشويه ديال اللوز، شويه ديال البيض، سلقت البيض مسلوق، والكاشير ديالنا اللي وجدناه اللي بطبيعه الحال كيجي بنين زوين بزاف. نتمنىكم تجربوه. ودرت التمر اللي عمرتها بالقرقاع حتى هي زوقت بها، وهذا والديكوراسيون كتبقى على المتوفر في الدار. هذا ما كان. نتمنى لنا الاعجاب ديالكم ونتمنىكم تجربوها. هنا غادي نقول لكم البنات بسلامه عليكم، الى فيديو قادم ان شاء الله. خليت لكم راحه الله.